انا عايز اخد حسنات كتير، حسنات بمليارات في اقل من ثواني. اعمل ايه كما علمنا القرآن؟ اول حاجة في سورة سيدنا ابراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يعني سيدنا ابراهيم دعا ربه ان هو يغفر لي ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فطبعا بما انك بتدعي المؤمنين، الدعاء ده بيترد ليك، الملائكة بتدعي لك. وفي آية تانية في سورة سيدنا محمد: بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وفي الآية دي ربنا بيؤمر الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد إن هو يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. وفي سورة سيدنا نوح: بسم الله الرحمن الرحيم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يعني برضو سيدنا نوح دعا ربه ان هو يغفر لي ولوالدي وكمان للمؤمنين والمؤمنات. يعني احنا لو عايزين نكسر من حسناتنا بقى وناخد مليارات الحسنات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني متخيل عدد المؤمنين قد ايه؟ لو كل واحد استغفرت له، شوف كام حسنة هتاخدها في اليوم في ثواني. ندعي بقى ونقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين.